مش قادره تسامح ابوك انه سابكوا ومشي وانتوا صغيرين؟ عايزه اسمع صوتك. لا، عمري ما سامحته. مش حاسه انك ظلمتيه؟ ممكن تكوني حملتيه ذنب ملوش اي علاقه بيه؟ لا، لاني ما لقيتلوش سبب. مكتوب في قصه الكفر الثاني انك خدت ثانويه عامه من مدرسه سعديه. يا ترى كنت بتاخد دروس خصوصيه على كده ولا ايه؟ سيادتك انا كاتب ان ظروفنا كانت صعبه وان انا كنت باخد درس في مادتين اتنين بس، الرياضيات والانجليزي. اشمعنى المادتين دول بالذات؟ كانوا صعبين ولا مدرسينهم ما كانوش قد كده؟ السببين اللي يمنع يعني. طب قول لي كده اسامي المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لك المادتين دول في مدرسه سعديه، واسامي المدرسين اللي خدت عندهم درس، ويا ترى كانوا من مدرسه سعديه ولا من مدرسه تانيه؟ الصراحه هم محلفين اني ما اجيبش سيرتهم. في شخص فقد حياته وحاسه ان انت السبب في موته؟ اه، مين وليه؟ عميل كنت شغاله عليه وكشفته، موت نفسه قدامي وما لحقتش اعمل له حاجه. حسيتي بالذنب ولا بالفشل؟ حسيت بالاتنين. طب وباسل يا دينا، حاسه ان انت السبب في موته؟ لا، اكيد لا. كان بيحبك صح؟ اعتقد وبالرغم من كده ما حاولتيش تنقذيه؟ لا، انا حاولت. يعني كنت بتشتغل وتدرس في نفس الوقت؟ أنا بحب النماذج المكافحة دي جدا. وده اللي اخرني على التخرج. انا اخدت اخر سنه في 3 سنين. بس اتخرجت وبقيت محاسب قد الدنيا. بتقول إنك اتخرجت سنة 2002. أكيد دكتور سعد محروس كان بيدرس لك، مش كده برضو؟ الف رحمه ونور عليه، ده كان راجل فاضل. بس المرحوم مات سنة 2000 وأنت اتخرجت سنة 2002. مين اللي درس لك مادته لحد ما اتخرجت؟ دكتور صلاح عوض الله. سيف العربي ماله؟ حبيتي حد غيره؟ لا، لسه بتحبيه؟ دي علاقه قديمه. هو لسه بيحبك؟ معرفش، ما تساليه. اتبسطتي امبارح لما شفتيه يا دينا؟ تفتكري شغلانتنا تستاهل التضحيه اللي بتعمليها يا دينا؟ ولا هيجي عليكي يوم وتندمي؟ ما اعتقدش. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لما تلاقي نفسك فجأة كبرتي ولوحدك، ما عندكيش الفرصة ولا الوقت عشان تحققي أحلامك اللي حلمتيها زمان. خلصت. الشخص ده ظهر 6 مرات. هنا هتلاقي ارقام الصور والشكل اللي ظهر بيه. عامل قصة كفر لواحد عنده فوق ال 30 سنة وما لقيتش حاجة تكتبها غير الكلمتين دول؟ محسوبه يا فندم. وبعدين انا يعني ممكن افصصها لسيادتك. يعني مثلا عندنا من 5 ل6 سنين دول تحت سن الادراك. 15 سنه انا بروح المدرسه الصبح وبعدين ارجع اقعد مع ابويا وامي لحد تاني يوم. عايشين في السعوديه في جيزان، مدينه قرب حدود اليمن. بعد كده بننزل كل سنه تقريبا شهر نصيف في مصر. وبعد كده قدمت حقوق انتساب 4 سنين، كنت بروح على الامتحانات بس. محسوبه يا فندم. دي قصة كفر لواحد مريض نفسي. دي حاجه وحشه يا فندم، يا ريت. بما إنك مريض نفسي، رحت الدكاترة؟ خدت أدوية يعني؟ يا فندم انا زي الفل. سيادتك اللي بتقول عليا ان انا مريض نفسي. ما بتشتغلش؟ بشتغل يا فندم، انا كاتب. برسم لوح زيت واديهم لوالدي، واحد صاحبه بيبيعهم له. لا، أنا مش لاقي حاجة أصلا أسألك فيها. سيادتك انا المره دي مقفلها صح. لا، أنا مش لاقي حاجة تغريني عشان أشتغل عليك. واحد لا يعرف حد ولا بيروح حتة ولا عنده مصدر لأي معلومة، هشغله ليه؟ يا فندم الشغل كتير. انا ممكن استلم طرد، اوصل رساله. يا سيف، الشخصية اللي بتركبها مش نصباية بتنصبها على اللي قدامك. ده الباب اللي بيدخلك جواه وتخليه يطمع فيك ويقرر يشتغل عليك وما يبقاش شايف غير الترقية اللي هياخدها من وراك لحد ما تبقى انت الحبل اللي هيتلف حوالين رقبته. قوم يا بيه، قوم روح بيك وخد لك اجازة يومين ارتاح، وبعدين نتقابل نكمل شغلنا. اوامر سيادتك. سيف،
انت كويس يا سيف، محدش يقدر ينكر ده ولا حتى انا. بس اللي احنا عايزينه شخص استثنائي، وما دام جيت لي هنا يبقى لازم تكون انت الشخص ده. تمام سيادتك. اتفضل. نازل. مع السلامه. يا اختي ما قلت لك سيبك من العيال بتوع السياسه دول، بيبقوا عيال نيه كده وطريه. بس يا سلبية يا إمعة. إمعة؟ أنا إمعة؟ إيه إمعة دي؟ طب تفتكر أنا زودتها وطرقعت له بزيادة؟ طرقعتيله؟ طب ده أنا لو كنت مكانك وسابني ومشي كنت طرقعت له قلمين على وشه فوقوه. هو في إيه بالظبط؟ هو كل ما يحصل حاجة يقعد يعيط جنبك كده؟ هتتجوزيه ليه طيب؟ ما قلته أحسن. ما هو مش قوي كده برضو يا أمل، هو برضو راجل وشهم وجدع. هو بس الفكرة إن أهله طيبين بزيادة ومدلعينه يعني، فهو ما شافش شقة. يا روحي. بس أصلا وليد حساس وعاطفي. يعني هقولك حاجة، مرة كنا نتمشى قدام الجامعة وكانت الدنيا برد جدا، وكان في طفل صغير بيبيع مناديل، فصعب على وليد. قام وليد طلع كل الفلوس اللي معاه وقام اشترى من الولد كل المناديل. ببص في وشه لقيت عينيه مرغرغة. يا روحي. وده معناه إيه ده؟ معناه إنه حساس مش جبلة زيك. جبلة؟ أنا جبلة؟ طب ده أنا حتى كل مشاعر وأحاسيس. سيف حبيبي. عيون القمر. يا حبيبي يا حبيبي يا غالي، وحشتني وحشتني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ايه يا حلويات دي بس. ماما انت لسه راجعه من الجيم صح؟ يخرب بيتك، ما تخشوشيني شوية يا بنتي. عشان بقول لك ان انا كل مشاعر واحاسيس. قومي قومي قبل ما يدخل ينام، قومي اعملي نفسك بتوصليني. يلا عايزه اشوفه يلا. اتعودتي ليه لما تسافر ما تكلمنيش؟ عليا. لا معلش، زعلان معلش. يا بنات. ايه يا عسل ايه يا عسل ايه يا بت الحضن الاوفر ده وانا جاي عايم. ازيك يا عمول؟ أمولة؟ أنا كويسة يعني في اوضه مذاكره ولا ايه؟ مالك يا أمولة واقفة كده ليه زي اللي واقفة على كوبري 6 أكتوبر الساعة 3؟ معلش يا طنط، أصل أنا هروح أوضب الدواليب مع ماما. نعم توضبي الدواليب؟ ده الساعة 10 يا بنتي، وبعدين دواليب إيه؟ ده عندهم دولاب وشماعة. الشماعه مكسوره على فكره. سيبيها يا ماما، خلي الدواليب تنفعها. يلا وصليها. تعالي. ايه يا عسل؟ عليه يا سيدي على نوع. هتدخلي الكوافير من الباب اللي ورا، تستني شوية وبعدين تخرجي من الباب الرئيسي. دينا، مش عايزاكي تكوني زعلانة من اللي حصل، ده شغل، وفي الآخر احنا بنعمل كده عشان نحميكي وعشان مصلحتك. أنا كنت متضايقة من اللي بيحصل زيك بالظبط. ما تزعليش. أنا مش زعلانة ومتفهمة جدا أنت عملتي كده ليه. حقيقي مش زعلانة، أنا بس ساعات بتوجع، أظن ده من حقي. باي باي. الشنطة كان فيها ورق يخص طلب اللجوء بتاعه ولابتوب وشوية أوراق تانية تخص حساباته البنكية. لكن أكتر حاجة لفتت انتباهنا يا فندم إن إحنا لقينا في الشنطة ظرف جواب عادي موجود في كيس بلاستيك. واضح إن ده أداة التنفيذ اللي سلمها ريكاردو العزام. إحنا سلمنا الظرف ده للزملاء في المعمل وطلعوا تقرير مبدئي إن ما فيهوش أي نوع من أنواع السموم المعروفة. هيلاقوا. أخبار طارق إيه؟ خد 12 غرزة في تراب الوطن يا فندم. والمحضر اتقفل وتقرير المستشفى طلع ب 21 يوم علاج. وعزام دلوقتي في النيابة. أكيد النيابة هتديله 4 أيام. خليه بقى يجرب الحبس ويفكر في اللي مستنيه. رفعت، سارة فتحت عينيها وبتسأل عليك. هكلمك تاني. سروك، ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي. فاكرة بس مش هلاقيك هنا. دي كمان وحشتني. شكلك راجع رايق ومبسوط خالص، ده انا ما رقتش غير دلوقتي حالا لما شفتك.
كايو ده قمر. يا واد يا نصاب، ده انت بتبعد عني بالسنين. بعيط. انا طول السنين دي بعيط، عمال يقول هاتوا لي ماما، انا عايز ماما. لا انت شايف مين اللي قاعده قدامك يا واد؟ انت بتعمل بروفا ولا ايه؟ وفر الكلمتين دول لما تتجوز لحبيبتك يا رب. انا ما اكلش من الكلمتين دول. ايه ده هو عبده ما يقولش كلمتين من دول خالص؟ لا بس ايه، استني طمنيني. ما بيقولش؟ لا قولي لي عشان انوره. بجد والله؟ او النبي. لا ياما قال لي كلام حلو كتير. يا امتى يا عايده، امتى يا عايده؟ سنه ايه؟ سنة ايه؟ ليه كنت حلوة كده 16 سنة؟ فكرتني بكلامه؟ لا برز بلبن، ده انا عامله رز بلبن في التلاجة عالمي بالمكسرات. لو النبي انا لازم اقوم اخد دش. احسن ده انا عاملاه من 5 شهور تلاقيه باظ. حمد. حمام العافيه يا رب. على اذنك يا حبيبتي. ربنا يحفظك ويخليك يا رب. حلوة قوي البيت يا دينا. بجد عاجبك؟ انا ما عملتش حاجه، المنظمه يا ستي بتدلعني وكده. ده انا جايبه هدوم. لا بجد ذوق حلو قوي. ميرسي. انا اسفه بجد يا جيرمين، انا جبتك المشوار ده كله، بس اعمل ايه؟ انا مش راجعه المكتب غير بعد ميعاد دكتور سعيد خليل، والكورير جاي دلوقتي ياخد الحاجه، فمضطره معلش. طب انتي بقى كفايه سنسيفتي، وبعدين اصلا انا كنت عايزه اشوف البيت، ولا انتي مش عايزاني اشوفه وخايفه احسدك؟ تحسديني؟ ده انا عايزاكي تيجي وعايزه اعزمك وناكل عيش وملح. صحيح بمناسبه العيش والملح، صاحبك ريكاردو انا عايزه اعزمه. لا بجد عايزين نعمل الواجب، ناخده الازهر، ناخده الحسين، ناكله حمام، الحاجات الفولكلوريه الجميله دي. صاحبي خلاص طار كلمني اول امبارح في المطار وقال لي ان مامته تعبانه قوي وبتموت فسافر. سافر؟ يخرب بيت فقرك يا شيخه، يعني تحطي عينك على الواد امه تايه على طول. فمتخيله بقى لو صاحبته ايه اللي هيحصل. يلا انا همشي، اشوفك في المكتب ان شاء الله. ان شاء الله. نورتيني يا جميل. اوعي بقى سعيد خليه يضحك عليكي. عيب عليكي، قدها وقدود. جود لك. ميرسي، باي، نورتي. عليكي مراقبة. وحشتيني. ايه اللي جابك يا سيف؟ ايه الرد ده؟ ما تقلقيش، محدش شافني. زي ما انا شفتك تحت مكتبي؟ لا ما انتي ما شفتنيش بعينيكي، حسيتيني. ايه اللي جابك يا سيف؟ تاني؟ نقول نفس الكلام تاني؟ بقولك وحشتيني. ما افتكرتش ان انا وحشاك غير لما شفتني في الحفله. بصراحة توهتي من دماغي شوية، بس لما شفتك في الحفلة بقى قلبي كلني. لحقت الدقه؟ مع ان اللي في ايدك كانت حاجه حلوه جدا. قمر. انت بتتكلمي في ايه؟ دي قمر وخلصانة وربنا، بس اللي في القلب بقى. انت جاي تهزر بقى يا سيف. احنا مش كان في بينا اتفاق من سنين ان احنا ما نحاولش نوصل لبعض؟ يبقى ايه اللي اتغير بقى؟ وانا حاولت اوصل لك واكلمك، وانت كمان حاولتي، ولما عرفت انك هنا جيت لك جري، وانا متاكد انك لو عارفه ان انا هنا كنت هتجيلي برضه. طبعا كنت هجيلك،
كنت هدور عليك واجيلك واخدك عند جدي واقول لك تعالى اخطبني بقى عشان احنا لازم نتجوز، ما بقاش ينفع بقى. وجدي يسالني انت راضيه وانا اقول له مش عارفه، والله مكسوفه. ايه يا سيف؟ ايه العشم ده؟ جبته منين؟ انت عارف انا بسال نفسي كتير، تفتكري لو كنا بني ادمين طبيعيين ومن حقنا تبقى علاقتنا زي ما كنا عايزين، تفتكري كنتوا هتكملوا ولا كنتوا هتنفصلوا؟ تصدق ما عرفتش ارد. عارف ليه؟ عشان كل ذكرياتنا يا سيف كلها في جلدة كتاب مقفول عليه. تخيل ان احنا ملناش صورة واحدة مع بعض يا سيف، تخيل صورة في اتنين بيحبوا بعض ما ينفعش يبقى ليهم صورة مع بعض. ولا تقولي بقى وحشتيني ولا وحشتك، عشان بجد مفيش حاجة اتغيرت. صح، كلامك صح، مفيش حاجة اتغيرت. بدي انك لسه محتفظة بنفس الحاجة. وانا قلت ان انا نسيتك؟ انا قلت ان انا مش بحبك؟ بس لا انا ولا انت قد تمن العلاقة دي. لا انا ولا انت يا سيف هنسيب شغلنا. بلاش نقلب المواجع وخلينا نحط الذكريات دي في الكتاب ده ونقفل عليها من فضلك. كان نفسي اضيفك بس عندي ميعاد مهم لازم امشي، بس يعني بيتك. دينا. ايوه انت بتكدبي. مالك يا وائل؟ مندهش ليه قوي كده؟ انت هنا في مركز الجبرتي، مش مركبينك سفينة فضاء يا اخي. اصل بصراحة يا استاذنا انا بسمع عن المكان ده من زمان، بس الحقيقة دي اول مرة ادخله. انا منبهر جدا. اهلا 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 وسهلا يا دكتور. دايما قبل ميعادك. لسعادتي بلقاء سعادتك يا فندم. ربنا يخليك. وائل الجرحي معد جديد معانا، وهو اللي مجهز لسعادتك الحلقة اللي هنصورها النهارده. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ يا رب يكون بقى في جديد. مفيش داعي بقى نعيد ونزيد في نفس الكلام اللي بنقوله في كل الانترفيوهات. لا وائل سعادتك عامل حلقة مفاجأة، وهتبقى مفاجأة لسعادتك هتبسطك جدا يا فندم. وائل عامل حلقة هتقلب الدنيا. أنا مانيش عاوز الدنيا تتقلب يا أستاذ محمود، أنا عاوز الدنيا تتعدل. ما تيجي نقعد شوف مكتبي كده ندردش في المحتوى بتاع الحلقة. اتفضل. هم يجهزوا. تعال. اتفضل يا دكتور اتفضل. جايبه منين الواد ده محمود؟ من قناة مصرية. هو بيني وبينك يا فندم، أنا قلت لازم أضيف على المجموعة بتاعتنا واحد ملوش ملف أمني.
بس خلي بالك منه. ابتدوا يا سيدي يزرعوا في كل حته واحد منهم. حضرتك قلقان يعني من حكايه وقفته دي وتامله للمكان؟ شوف يا محمود، انت اصولك ريفيه زي حالاتي. في مثل في الفلاحين عندنا بيقول ايه؟ ما تخافش من اللي عامل نفسه ناصح، لكن خاف من اللي عامل نفسه عبيط. عشان كده بقول لك خلي بالك منه كويس قوي. تعمل حسابك يعني تكل. ها قول لي الاخبار ايه؟ كله تمام. الشباب بتوعنا قايمين بدورهم كويس قوي. هي المشكله بس في مجموعات الشباب المتنطوره في 50 حته. عشان كده جماعه الشيخ بعتني ليك برساله، محتاجين مساعدتك. هم محتاجين كيان واحد او مجموعه كيانات عددها محدود ندخل فيها الشباب دول عشان نعرف نسيطر عليهم. قول لهم ما يقلقوش، انا شغال على الموضوع ده من زمان قوي. ها بعتوا معاك الشيك ولا لا؟ فندم؟ بعتوا معاك الشيك؟ الشيك لا، ده بتاعي انا. اتفضل. وعلى البنك اللي حضرتك حددته بالظبط. في واحدة هتيجي بعد ما نخلص تصوير ان شاء الله، عاوزك تتعرف بيها، توطد علاقتك بيها كويس قوي. عاوزك كمان ان انت تلمعها في البرامج بتاعتك وبتاعت حد معارف وكده. عاوز الناس تعجب بيها، تقتنع بيها، تحبها. اعتبره حصل يا فندم. بس مين دي؟ رغم اختلافك يا دكتور مع جمال عبد الناصر والانتهاكات اللي تعرضت ليها في عصره، إلا إنك وصفته بإنه رجل ذكي جدا. وده لأنه قدر من خلال منظمات الشباب إنه يجيش الشباب حواليه. شباب يؤمن بفكره، يدين له بالولاء، يدافع عنه. وده حمى نظامه بالرغم من كل التجاوزات اللي كانت موجودة في زمنه. وقلت كمان يا دكتور إن شباب دلوقتي مختلف تماماً عن شباب زمن عبد الناصر. وقلت إنه قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في وجه الجميع. نظام عبد الناصر السلطوي كان أقرب إلى مرض البارانويا، بيخليك تشك في أي حد. أنا شخصياً اضطهدت لمجرد إن أنا سافرت بره وخدت الدكتوراه واتجوزت أجنبية. وكأن الزواج من أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون. تخيل ستك. لكن أنا عاوز أقول حاجة بقى، إن خلاص موضوع الستينات ده ونظام الستينات ده انتهى. الشباب العربي هيتحول إلى طوفان من الغضب. الطوفان ده هيشيل أي حاجة قصاده، مفيش حاجة هتقف قدامه. حضرتك في ندوة مغلقة حضرها عدد محدود من الشخصيات العامة قلت إنك عاوز تعرض صفقة على النظام، والصفقة كانت إن الشعب يوافق على التوريث بشرط إطلاق شكل أكبر من الحريات العامة وخلق مناخ سياسي يتسع للجميع. مش خايف يا دكتور إنك تتهم بإنك عراب التوريث في مصر؟ أنا راجل ما بخافش من حد، بس كل اللي أنا عاوز أقوله إذا كان النظام مصر على إن هو يمرر موضوع التوريث ده واي نوت، مفيش مشكلة. ولكن إذا كان هو مصر على موضوع التوريث، يعني معنى كده هتنتهي حياة العسكريين في الحكم، هنرجع إلى ما قبل يوليو. وطالما هنرجع إلى ما قبل يوليو، يرجعونا بقى الحياة السياسية العادية إلى ما قبل يوليو. أما إذا كان النظام شايف إن موضوع التوريث ده هيمر كده بالعافية، فأنا بقول لك كده
هيفتح باب جهنم عليهم وعلينا. صباح الخير. يا ترى دكتور سعيد خليل موجود؟ اهلا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ معقوله يا استاذه دينا اكون مديكي ميعاد ما انتظركش؟ اتفضلي بقى اعرفك بالمذيع الكبير الاستاذ محمود نصر. الله، ده ايه الصدف السعيده دي؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد يا فندم جدا. استاذ وائل صح؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الظاهر ان وش حضرتك كان حلو عليا قوي يا استاذه دينا. بعد مقابلتنا على طول اتشرفت بمكالمه استاذ محمود وربنا اكرمني واشتغلت معاه. انا مش قلت لك ان الفرصه بتيجي للي يستحقها بجد؟ ده واضح انكم عارفين بعض كويس قوي. عشان كده انا هستغل الفرصه دي وهنسق مع الاستاذ وائل انه ينسق مع حضرتك على اساس انك تبقي ضيفه عندنا في حلقه من البرنامج في الوقت اللي يناسبك. انا؟ ايوه. بس حضرتك بتستضيف نجوم العالم العربي واكبر اسامي وناس ليها تاريخ زي دكتور سعيد كده، انما انا انت مش اقل منهم خالص. بالعكس، الجمهور دلوقتي خلاص زهق وتعب من الوجوه القديمه وجوه زمان دي. عاوزين يسمعوا دلوقتي صوت الشباب اللي جاي. ما تاخذنيش يا دكتور. عندك حق، الناس دلوقتي عاوزه تسمع الشباب، تشوف المستقبل مش الماضي. حضرتك لسه شباب يا دكتور سعيد. عشان كده بقى هسيبكم تكملوا شغل مع بعض وتنسقوا مع بعض، وهو هيتصل بيكي ويظبط ميعاد. ماليش حاجه خلاص، حاضر. دي فرصه سعيده جدا. انا اسعد والله يا فندم. مع السلامه يا استاذ، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. منوره يا انسه دينا. ميرسي جدا. ايه رايك بقى نقعد في مكتبي شويه ندردش على ما توصل ليزا عشان عاوزه تحضر الميتنج. قوي قوي، ده انا عايزه اقابلها جدا. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي بقى. أنا مستني لما تشد حيلها وابتدي أطبق عليها بروتوكول العلاج الجديد، بس هي الحمد لله بقت أفضل من الأول بكتير. صح يا سارة؟ متشكر يا دكتور. عليها رفعت بيدا شغلنا، أنا بس عايز سارة تهتم بصحتها وتاكل كويس، وأنا همر عليكي تاني. على إذنكم. شفت يا سروكة الدكتور قال ايه؟ قال انك اجمد واحدة شافها من اول ما اشتغل. انا بقى عايز استأذنك في ساعتين اروح المكتب وارجع لك. ما تقولش بس ساعتين يا رفعت بيه، روح شوف شغلك، انا مش هزعل. هما ساعتين وبس، بس تاكلي وتنامي كويس. اراهنك انه مش هيرجع. طالما قال لك راجع يبقى هيرجع. يلا اشرب العصير. الصراحه يا استاذنا كلام الراجل عن الشباب والمستقبل خلى الواحد يرجع له الامل من تاني. لا 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 بسم الله ما شاء الله عليه بصراحه، كاريزما. شفت حضرتك نظرته ونبره صوته؟ لا دول ولا بتوع حد لا بينظر ولا بيتوقع، دول بتوع حد عارف كويس قوي ايه اللي هيحصل وواثق جدا في كلامه. رحت من الدوله قبل كده يا وائل؟ السؤال الغريب ده يا استاذ محمود. مال السؤال؟ هو مفيش صحفيين بيروحوا من الدوله ولا ايه؟ لا في طبعا، في اللي بيتقبض عليه واللي بيتعاون معاهم. انت رحت بقى مقبوض عليك ولا متعاون؟ هو حضرتك ليه متاكد يعني ان انا رحت معاهم قبل كده؟ لاني سالتك سؤال وانت ما ردتش عليا. انا ما ردتش علشان استغربت السؤال بس. هو حضرتك شاكك ان انا امناجي يا استاذ محمود؟ طب لما حضرتك شاكك ليه عينتني عندك؟ ليك قلتها بنفسك. انا لو شاكك انك امناجي مش ممكن تعينك. احنا بنتسلى يا وائل، الطريق قدامنا لسه طويل. ولو ان الموضوع يعني مش مسلي قوي، بس عموما احب اطمن حضرتك، انا ماليش اي علاقه بامن الدوله، لا اتقبض عليا ولا اتعاونت معاهم ولا حتى عديت من الشارع اللي المبنى بتاعهم فيه. وبعدين يا استاذ محمود حضرتك عارف كويس قوي يعني اللي بيشتغل معاهم او بيتعاون او بيتقبض عليه بيبقى معروف بالاسم في شغلانتنا. ايه انت زعلت ولا ايه؟ احنا بندردش. قول لي يا وائل، تعرف ايه عن دينا ابو زيد؟ نقول مبروك بقى عشان يجهزوا لنا العقود. نقول مبروك رغم ان حضرتك على فكره جيت علينا جامد في تقسيم الفند، بس هعتبر دي تضحيه عشان اسمنا يتحط جنب اسم الجبرتي. معقوله يا دينا؟
انا جيت عليكي. انت بال عليك شاطره جدا جدا. شايفه يا ليزا؟ تقول جيت عليها بالرغم ان هي خدت كل اللي هي عاوزاه وفي الاخر بتقول لك تضحيه. والكومبليمون ده مش عشان حضرتك يا دكتور، ده عشان دكتور ليزا، عشان اول مره اشوفها. انا بصراحه مبسوطه جدا من اللي بيحصل فيك ده يا سعيد، مفكرني بنفسي. ده شرف كبير جدا ليا. بقول لك ايه يا دينا، احنا مطلوب مننا نرشح حد من شباب في المركز يطلع اوروبا بعد اسبوعين لسيمينار بعنوان السوشيال ميديا صوت المستقبل. سيمينار مهم جدا وهيفيدك جدا في شغلك. انا؟ بس حضرتك لسه بتقولي ان هما طالبين منكم ترشحوا ناس من المركز عندكم. صحيح، المركز فيه ناس كتيره جدا ممتازه، بس السيمينار ده عايز كاليبر مختلف. يعني الكانديديت لازم يبقى عنده قياده طبيعيه، خبره، ثقافه، وكل الحاجات دي موجوده فيكي. يعني انا متشكره ان ده راي حضرتك فيا، بس بقى ولا حاجه خلاص. الله يا دينا، احنا كده بنعتبرك يعني جزء من فريق الجبرتي، وده شرف كبير، والسيمينار ده انا يهمني جدا احضره. بس طب هقول لكم على حاجه، ممكن تسيبوني بس اسال المدير بتاع المكتب الرئيسي بتاعنا عشان برضو محتاجه ارجع له. الو لابوتيه، بعد اذنك محتاجه اخد ميعاد ضروري النهارده 10 بالليل لو سمحتي. ادخل. مساء الخير يا فندم. الحمد لله على سلامتها يا فندم، ان شاء الله تقوم منها بالسلامه. متشكر يا اكرم. انت اخبار ابنك ايه؟ الحمد لله. مفيش اخبار كويسه؟ كله كويس يا فندم الحمد لله. واخبارنا ايه يا هبه؟ حضرتك تقصد ايه بالظبط يا فندم؟ اخبار الشغل ايه؟ رامي بعت رساله بخصوص السيف هاوس اللي كلموا عنه عمار. بيقولوا ان هم حددوا 3 اماكن شاكين ان السيف هاوس يكون واحد منهم، وان هم في خلال ال 24 ساعه الجايين هيكونوا قدروا يحددوا مكانه فين بالظبط. السيف هاوس ده هو اللي هيعرفنا تفاصيل شبكه ايزاك وكل افرادها، وهنعرف ايه حكايه الراهب ده. انا اعرف عمار من 12 سنه، مفيش مره طلب لقاء الا بعدها يحصل حاجه كبيره. وده يقلق ولا يطمن يا فندم؟ انك تعرف دايما افضل. وهو المره دي بيتكلم عن ضابط فئه اولى، وانت عارف ده معناته ايه. الشغل على المجموعه دي مش هيبقى سهل. اخبار عزام ايه؟ عامل مناحه من امبارح في الحجز، وانا هبعت اجيبه النهارده. انت فاهم ان محدش لازم يعرف انه بيخرج من الاسم غير علشان يروح النيابه. في حاجه تانية؟ دينا قابلت سعيد خليل ومراته وطالبه النهارده تقابلني بالليل ده. قابليها انت وبلغيني باللي هيحصل. تمام يا فندم. عملت ايه في موضوع وائل الجرحي؟ انا موافقاك ان البنت تقلق، بس كل الحاجات اللي انت قلقان منها دي بسبب ان البنت ذكيه طموحه ومش سهله ابدا. بس خلي بالك برضو الحاجات دي تتحسب ليها مش عليها في ظل الدور الجديد اللي احنا بنحضره. موافق. طيب لو الذكاء المبالغ فيه ده قدر يخليها تكشف اللي بيحصل بدري، سوت خليها تكتشف وتقبل من بدري، بدل ما نقعد نلعب على بعض هيوفر وقت ومجهود كبير جدا. انت نسيت اللي حصل معاك ولا ايه؟ طب ما انت كنت فاهم كل حاجه من الاول. طب لو اللي هي فهمته ده ما اتفقتش معاه ورفضته، ساعتها بقى احنا نعمل ايه؟ كده يبقى خطر علينا وعلى المشروع. اصل جده تعبان قوي ودخل المستشفى. ايه ده؟ الف سلامه عليه يا دينا. الله يسلمك حبيبتي. هو عنده كام سنه؟ 75 سنه، عشان كده ما بيستحملش اي حاجه. دور البرد ممكن عادي عنده يقلب التهاب رئوي بعد الشر. ربنا يطمنك عليه. طب هو في مستشفى ايه عشان اجيله؟ هو في مستشفى القوات المسلحه، مانعين الزياره خالص. ده انا عملت مجنون عشان اعرف ابات معاه. بصي يا جرمين، لو اتحسن ان شاء الله ان شاء الله انا هاجي بعد الويكند، بس لو لا قدر الله يا رب حصل له اي حاجه انت اللي هتمانجي لحد ما ارجع. ها طبعا ما تشيليش هم خالص، المهم بس خلي بالك منه، احنا اخوات. انا ما عنديش حد تاني اتكل عليه غيرك. ما تفكريش كده خالص، المهم يبقى كويس بس. ممكن تدعي له. حاضر اكيد هدعي له.
طيب استأذن انا بقى. يلا باي باي. يعني انت بتصالحني عشان عمرو الكاتب اللي كنت غيران منه من يومين هو اللي قالك؟ يعني انت مش فارق معاك انا اللي بصالحك وانا اللي كنت زعلان منك، وفارق معاك الطريقه اللي بصالحك بيها؟ عموما نشكر الاخ عمرو. لا يا شيخ، تصدقني انا غلطان؟ اقوم امشي بقى. لا ما تمشيش حبيبي، انا لا يفرق معايا سبب ولا عايزاك تزعل ولا تزعلني. اوعى تكون فاكر اني مش حاسه بيك يا وليد. انا بس عايزاك تاخد الدنيا ابسط من كده. احنا جه الحظ وحش، فمش ناقصه نصعب على نفسنا. فاهمني؟ فاهم. سيبوه. عمرو الكاتب دي للافعى مش راسها. لو عملنا له حاجه هما اللي هيبيعوه ويجيبوا غيره بكره الصبح. ايوه يا فندم، بس البرامج ابتدت تستضيفه وتعمل منه بطل شعبي. طب نعمل ايه؟ ما نقدرش نقول للناس كل اللي نعرفه، وما نقدرش نحاسبهم على اللي ما يعرفوهوش. طب وبالنسبه لمنار اخت سيف يا فندم هنعمل معاها ايه؟ البنت قعدت على قهوه مع شويه شباب زيها، وطالما ما اتورطتش في حاجه يبقى مفيش قلق. المهم تخلوا عينكم عليها. انا مش عاوز سيف يتشتت المرحله الجايه دي. ضربتهم وخدت حق اخوك وارتحت. لا يا فندم، انا جبت الفلاشه زي ما سيادتك امرت، ومحدش صورني ولا حس بيا. هو بس الظاهر ان رجاله سيادتك ما يعرفوش ان انا بطل مصر في الملاكمه 4 سنين، وان اللي كان بيتخانق ده حازم اخويا الصغير. هو ده عيبك يا سيف، انك بتخلط الشغل بالامور الشخصيه، وده مش مسموح بيه في شغلانتنا، لانه يدمر اي عمليه ومش بعيد يكلفك حياتك. انا اذنك يا فندم. سيف، لو اللي حصل ده ما كانش تدريب وكان حقيقي، واللي مكان اخوك كانت دينا ابو زيد، كنت هتصرف ازاي؟ ما تجاوبش دلوقتي، فكر كويس في الموضوع ده، ولما نتقابل المره الجايه تبقى تقول لي رايك. سلمته الحاجه. الراجل ابو جاكيت اسود ده جاي عليا، اعمل ايه؟ Why you're always so late, love? Becky! Let's go. Thank you, darling. أنا عايز أعرف كنت هتعملي إيه من غيري؟ وانت كنت هتعرف طريقهم ازاي من غيري؟ إحنا نعرف بعض في الغربة؟ ايوه.
جدو حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل يا حبيبتي. يا رب دايما. حقك عليا حقك عليا حقك عليا. ما لقيتش حل غير ده. انا اسفه والله العظيم، بس جالي شغل مفاجئ ومش عايزه حد يحس بغيابي. بس الاوضه ملوكي اهي، صح؟ وتريح لك من زن ماما يومين 3. ايه رايك؟ يتقطع لساني يا حبيبي قبل ما افول. بعد الشر عليك يا حبيبتي. والله كان نفسي اقعد احكي معاك يا جدو، بس هما مستنييني. اعمل ايه؟ ناقصك حاجه؟ عايز حاجه قبل ما امشي؟ اطلاق. خلي بالك من نفسك، ما تشغليش بالك بيا قوي. امال اشغل بالي بمين؟ اشغل بالي بمين انا؟ لا اله الا الله يا حبيبي. سيدنا محمد رسول الله. لو عوزت اي حاجه كلمني في التليفون. ها؟ حاضر حاضر. اهم حاجه يا استاذ وائل ان قرارك يكون عن اقتناع. وانا هتحجب يا باشا. صلى على النبي يا باشا عليه الصلاه والسلام. انا راجل غلبان واهلي ناس غلابه. كلنا غلابه يا استاذ وائل. انا واهلي شقينا في البلد دي يا فندم، وما لقيناش على قد الشهاده، وزعلانين منها من اللي عملته فينا. بس يوم ما الاقي حد بيحاول يطربقها وينيلها اكتر ما هي متنيله، مفيش حل قصادي الا اني اقف له واحوش عنها. عارف ليه يا باشا؟ علشان البلد دي يوم ما هتتطربق مفيش حد فيها هيدفع الثمن غير الغلابه اللي زيي وزي اهلي. الله يفتح عليك يا استاذ وائل. بس انا عايز اقول لك حاجه، البلد دي عمرها ما هتتطربق طول ما فيها جدعان زيك. انا من النهارده هعتبرك معانا. استنى مني تليفون عشان خاطر نقعد مع بعض اقول لك انت هتعمل ايه. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل. بس انا كنت عايز هوصلك مكان ما جبتك. شكرا. مساء الخير. انت عارف انت جايه تتدربي ليه؟ يا فندم انا اتعودت ما اسالش اسئله اكبر مني، واكيد اللي اخذ قرار تدريبي اخذوا الاسباب محترمه. ظاهر وجودك وسط التعابين بره علمتك تجاوبي اجابات نموذجيه. بس اكيد اندهشتي. عميله بمستواكي لسه محتاجه تدريب. والله يا فندم الواحد المفروض يفضل يتعلم طول عمره. مش لاقي عليك التواضع يا دينا، لكن ماشي. السفريه دي نقله كبيره في عمليه تجنيدك وتشغيلك يا دينا، زي ما رجوعك مصر مكان نقله. انت اتنقلتي من جهاز لجهاز، بدايه من جبران وجهازه اللي مشغلينه لسعيد خليل ومراته في بروتوكول تعاون كبير ما بينهم. ما فضلش غير انك تقابل اللي مشغلاه، ودي اكبر واخطر بكتير من كل اللي قابلتيهم. اللي مشغلاهم التحدي، مش بس انك تعدي منها. السفريه دي زي ما هي اختبار هم هيحطوكي فيه، هي بالنسبه لنا فرصه هنحقق من وراها مكاسب كبيره انت مش متخيلاها. وده هو سبب وجودك هنا النهارده. انا فاروق سوهاجي. من اللحظه دي تدريبك مسؤوليتي، تعليماتي بالنسبه لك اوامر لا تقبل المناقشه. اسماعيل وصل انسه اوضتها وشوفها لو محتاجه حاجه. نتقابل انا الصبح الساعه 6. تصبح على خير. وحضرتك نعم. بعد اذنك. ايه ده انتوا مين؟ في ايه؟ في ايه؟ انت عارف جزاء الخيانه ايه يا عبد الرحمن؟ انت مين؟ وخيانة اللي بتتكلم عنها دي؟ خيانه اخوانك اللي انشقيت عنهم. لا انا سبتهم ما خنتهمش. وان تصبح عميلا للامن ضد اخوانك يا عبد الرحمن، مش دي تبقى خيانه؟ انا عميل؟ انا؟ الامن اللي بيرازيني لحد النهارده؟ ضابط المخابرات اللي اسمه اكرم همام. هو من امتى حد بيبقى عارف بتوع المخابرات اسمهم ايه؟ ومن امتى المخابرات اصلا ليها علاقه بالاخوان؟ انت مش عارف ان احنا تخصص امن دوله يعني؟ ماشي يا عبد الرحمن، بما انك ناوي تستهبل خلينا نبتدي بالكهرباء على طول، توفيرا للوقت والمجهود. استنى يا عم انت، استنى بس، في ايه؟ انت اكيد غلطان في الاسم. استنى يا عم،
انا اسمي عبد الرحمن نصار. نصار. لما الكهرباء هتمشي في الميه وتطلع لجدتك هتعرف تقول لي ساعتها ايه علاقتك باللي اسمه اكرم همام وبلغته ايه عن اخوانك. انا لا اعرف همام ولا غير همام. استنى يا عم، استنى لا استنى بس استنى. انت طب ايه، ارجع للقاعده بتاعتك، ارجع للقاعده، اقسم بالله في حاجه غلط. اخر مره يا عبد الرحمن، هتتكلم ولا لا؟ اتكلم يعني هتنيل اقول ايه؟ هتبلع على نفسي عشان اخلص من الجنان بتاعك ده. خلي الكهرباء تورينا مين فينا مجنون ومين فينا بيستهبل يا عبد الرحمن. توكلنا على الله. لا 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 لا. كفايه يا سمير، كفايه، فكوا. شفت بقى ان انت ما بتخافش وجامد، كمان طلعت قد الثقه. بكره لما نبدا تدريبات هتفرح اكتر. ايه اللي موقفك كده؟ يلا 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 ايه؟ في حد دخل شقتي فتشها ورجع كل حاجه مكانها. طب وماله؟ اهلا وسهلا، دي حاجه تفرح ما تزعلش. دي حاجه تقلق. اولا مفيش اي حد في الدنيا هيغامر ويدخل شقتك الا اذا كان ناويلك على حاجه مهمه، ومتهيألي ان انت كنت عامل حسابك كويس. يعني اللي عايز يطمن يطمن، وهيتنقل معاك في الخطوه اللي جايه. ثانيا بقى وده الاهم، المفروض ان اللي دخل شقتك عشان يفتشها ده شخص محترف جدا، وانت كشفته. تبقى حاجه تفرح ولا تزعل؟ مينا ما تخافش، احنا معاك. ركز بس في الخطوه اللي جايه. ما اظنش هتعرف تنام بعد اللي حضرتك قلته لها. انا عايزها مشدوده ومتوتره ومش فاهمه. هو ده الضغط اللي انا عايز اشوفها فيه. بصراحة يا فندم أنا قلقان من الحالة اللي بينها وبين سيف، خصوصا بعد ما رجعوا يشوفوا بعض. ايه يا رفعت؟ انت ما بقتش بتثق فيا ولا ايه؟ العفو يا فندم. خليك انت في شغلك وخطتك يا رفعت، سيبهم لي، انا هتصرف معاهم. الاتنين دول مش هيسمحوا لاي حاجه تبوظ لهم شغلهم. تمام يا كومندان، على اذنك. اتفضل. تقسي عليا. يلا ده انا سيف، ده انا مربيك. هتقولي بقى زميلتي وورق الزماله، دي سلمى بنت خالك. ده انا معايا صور وفيديوهات، اقسم بالله اجيبك بلبوس. انت عايز يا سيف؟ انت عايز يا سيف؟ انت بتحبها يا؟ بحبها. ومالك بتقولها في وشي كده زي ما تكون هترجع؟ طب ما لما انت بتحبها كده ما تكلم امك خليها تخطبها لك. تخطبها لي؟ لا انا مش شايف لها جواز اصلا من اولها كده. ليه يا ابو امك؟ قنبله احباط ضربه في البيت. مش احباط يا سيدي، ده امر واقع. البلد دي لو ابوك وامك مش هيساعدوك في الجواز يبقى خلاص خدها من قصرها بقى انت كده وتعمل فيها المعقد من الجواز عشان ما يبقاش شكلك وحش، خصوصا لو اللي بتحبها دي اهلها مرتاحين زي سلمى كده. يا راجل مرتاحين ايه؟ ده خالك. انت ليه محسسني انك هتتجوز بنت ملكه انجلترا؟ الكلام ده كان زمان لما كان الحال من بعضه، لكن دلوقتي خلاص الوضع اتغير. هو ده ايه اللي اتغير؟ انت اتكلمت على واحد تاني. يالا ده خالك يالا، وبعدين فيها ايه؟ انت زي الفل، انت دكتور ولسه المستقبل قدامك كبير، ده انت بكره هتبقى مليونير. هو انت بتضحك عليا ولا على نفسك يا سيف؟ عليك طبعا. خلاص يا حبيبي، خلاص طالما انت قرفان قوي كده من نفسك مش هحططها وراك ليه؟ ما تسيبها. الو؟ الو؟ مش قادر اسيبها. ليه يا حبيبي؟ اتشعبط في امل كده ان انا هسافر بره اكون نفسي ولما ارجع هبقى اتجوزها. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا كل يوم بصحى الصبح مقرر ان انا هسيبها، بس اول ما بشوفها او بنتكلم بنسى كل اللي انا فكرت فيه.
لدرجه ان انا قدمت طلبات نقل لاي مستشفى في سينا، في الواحات، في مرسى مطروح، في اي حته بعيده، ولسه ما حدش رد عليا. يا رب يرد. شفت الفقر، حتى النقل مش طايله. وانت ما تشغلش دماغك بكلمتين تقولهم لي عشان تعون عليا. ما تشيلش هم يا سيف خالص. تصبح على خير. طب معلش قبل ما تنام بس، تحب اشغل لك كاظم ولا هاني شاكر؟ تحب تنتهي على صوت مين؟ محمد محي. محمد محي، اختيار موفق. صباح الخير يا فندم. في قهوه عندك لو محتاجه. شكرا. تهيألي انك عارف الفيديو ده. طبعا يا فندم، بس ما كنتش عارفه ان حضرتك اللي بتقيمني. ادائك فيه كان كويس واجاباتك اغلبها صح، بس لفت نظري ان واحده في مستواكي لسه عندها مشكله في البادي لانجوج. انا قريت السي في بتاعك وعرفت انك اتدربت كويس على الحكايه دي، وقابلت عملاء بره وجوه وادائك معاهم كان كويس، بس ده في حد ذاته في شيء ايجابي. اللي هو ايه؟ ان خصومنا عندهم عيوب ما بيشوفوش كويس. تمام يا فندم. احنا راصدين اهتمامهم بغزة المتوسط وحاطين خطة علشان نوصل لهم معلومات مغلوطة من كذا مصدر علشان يطمنوا لحد ما نرتب أوراقنا ونحدد خطوتنا الجاية. ما تقلقش يا فندم، أي طريق هياخدوه علشان يوصلوا المعلومة هيوصلهم لنفس النتيجة، والمعلومة الصح هتفضل عندنا في أمان لحد ما القيادة السياسية تقرر تفاجئهم بيها في الوقت المناسب. تمام يا فندم، في أمان الله. يا أكرم، في إيه؟ عمار المقدسي ساب إشارة في مكان التواصل، بيطلب مقابلة الأهمية في خلال 24 ساعة، ورامي مسافر. هو عارف إن رامي مش متاح اليومين دول، أكيد في حاجة مهمة ما تستناش. حضرتك عارف إن إجراءات تأمين مقابلات عمار معقدة جدا، وإحنا ما عندناش حد مناسب أو جاهز أمنيا عشان خاطر يقابله في الوقت الضيق ده. ده مش مهم، المهم إن اللي يروح يقابله عمار لازم يكون عارفه كويس. حضرتك تقصد مين يا فندم؟ يا عايدة. ايوه. انت ايه هربتي ولا ايه؟ لسه. بموت فيك يا عينيا لما بتدلعني. اصل انا قعدت افكر فيها وانا جايه من الاوضه كده، قلت ايه الشحط اللي هيقول يا ماما ده؟ شحط؟ والفرق ما بينه وما بين امه يا دوب 3 سنين. يا واد يا اونطجي ما تقولش والله على نفسك. العظيم ده انا مكرمك كمان. طب اقول لك على حاجه، الفرق ما بينك وبين خالي قد ايه؟ والله انا سبته الفرق بيني وبينه 3 سنين، ما اعرفش دلوقتي ما بقى كام. غلطتش اهو، 3 سنين، يعني انت دلوقتي 20. ايوه. هو يقطع له بتاع 53 كده. انا مالي وماله يا اخويا. يلا مالناش دعوه. اخباره ايه صحيح؟ ربنا وسعها عليه، ومراته لعبت في دماغه وخلته يقاطعنا ما بيكلمناش. مش كان عنده بنت باين؟ اسمها سلمى. سلمى كده قد منار. ايوه صح. اخبارها ايه صحيح؟ رجعت مصر عشان خاطر الجامعه، كلمتني مره واحده من سنه وبعد كده قطعت. وما كلمتهاش يا ماما، ما يصحش يا ماما، لازم كنت تكلميها. ايدك ايدك ايدك. كلميها يا ماما، كلميها، عزميها على الغدا. انا اللي يكلمنا اكلمه، اكلمها ليه؟ يمكن امها وابوها اللي لها مالكيش دعوه بعمتك. ما يصحش يا ماما، صله الرحم، كلميها بس. لا يا عم، انت عايز اخويا يتخانق معايا ويقول لي مالكيش دعوه ببنتي؟ يا ستي كلميه، ولو عمل كده يبقى هو المحقوق مش احنا. ان شاء الله بقى في المشمش. يو على عكننه. ده عندي شغل. شغل ايه؟ انا لازم امشي. تمشي ايه؟ والكفته؟ الله، انا هعمل الدمعه في ساعه. في ساعه؟ في ساعه؟ كفايه كفته بقى يا ماما. يا واد لا اعملها. سلام يا عيونه. والله حقك عليا. بس اللقاء ده كان هايل يا دينا. تفتكري ليه؟ اجابات نموذجيه. الاداء هو اللي نموذجي.
لغه الجسد تتصدق. احنا ذاكرنا اللقاء ده كويس قوي انا ورامي، والحمد لله توفقنا. الانسان بيذاكر عشان يتعلم، مش عشان ينجح في الامتحان. والست اللي انت هتقابليها دي خبرتها الاساسيه في كشف الكذب من خلال لغه الجسد. تفتكري شغلانتنا تستاهل التضحيه اللي بتعمليها يا دينا؟ ولا هيجي عليك يوم وتندمي؟ ما اعتقدش. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لما تلاقي نفسك فجاه كبرتي لوحدك، ما عندكش الفرصه ولا الوقت عشان تحققي احلامك اللي حلمتيها زمان. خلصت. مع انك مش بتكدبي، بس في علامات توتر جسمك بيحاول يخبيها، وده بيفتح مجال للشك. تحب تشوفها تاني ولا؟ شفتها. حركه رجلي. مظبوط. حركه رجلك اتجهت ناحيه الباب اللي انت دخلتي منه، وده معناه انك مش مستريح وعايز تمشي. ايه تاني؟ مش عارفه احدد يا فندم. الابتسامه. في كل الاسئله اللي قبل كده ابتسامتك كانت بتسبق الاجابه، لان المخ بيترجم المشاعر اسرع منك. لكن لما السؤال ضايقك ابتسمتي بعد الاجابه. سيف العربي ماله؟ حبيتي حد غيره؟ لا. لسه بتحبيه؟ دي قصه قديمه. حركه رجلي والابتسامه كانت بعد الاجابه. محتاجه تتحكمي اكتر في مشاعرك وتبقى عندك قدره اعلى في المراوغه، خصوصا في الاسئله اللي المفروض تبقى اجابتها اه او لا. صباح الخير يا فندم، اسفه لو كنت اتاخرت. نازلي شوكت تحسين، من اصول مصريه، من عيله ارستقراطيه كبيره، ليها جذور تركيه. بعد ثوره 52 اهلها كلهم هاجروا للخارج، وهناك تعرف ابوها على امها الانجليزيه واتجوزوا. درست علم النفس في الجامعه وكانت متفوقه جدا في دراستها. بعد ما خلصت عملت ماجستير ودكتوراه، وتعينت في نفس الجامعه اللي اتخرجت منها. اتجندت لصالح المخابرات في البلد اللي عايشه فيها، وهي في الجامعه كانت بتشتغل في البدايه كمصدر تنقل بيه اخبار ومعلومات عن الطلبه العرب وترشح عملاء من بينهم. بس بعد ما ظهر تفوقها في مجال علم النفس استخدموها انها تقدر تحلل العملاء وتكشف طبيعه ولائهم ونقط ضعفهم. من حوالي 6 سنين أنهت خدمتها في الجهاز اللي كانت بتشتغل فيه وتحولت معاهم لمستشارة بيستخدموها في حالات معينة. وبعد كده اتحولت لعميلة رئيسية في المخابرات التركية. لسه معاها الباسبور المصري. كانت بتيجي مصر وتروح على فترات متباعدة لحد من 5 سنين، بس بطلت تدخل مصر نهائي. في الحقيقة يا فندم إن هي جت فترة جمدت فيها نشاطها من باب الاحتياط عشان تطمن إن إحنا مش وراها، مع إننا كنا حريصين جدا إن إحنا ما نحسسهاش إننا شغالين عليها. وده اللي خلاها بعد كده اطمنت ورجعت تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لكن بالرغم من ده فضلت برضه مصرة إنها ما تدخلش مصر، وده اللي بيتناسب مع طبيعتها الشكاكة والحذرة بشكل كبير. نازلي شوكت تحسين دي مهمتك الاساسيه اللي انت مسافره لها دي. طبعا هتشتغل عليكي، ده اللي المفروض نكون جاهزين له كويس جدا. وبما انك هتقربي منها بشكل مباشر محدش قدر يوصل له قبل كده في الجهاز، فانت هتجيبي لنا من عندها حاجه مهمه جدا. فهمتي بقى انت موجوده هنا ليه؟ فهمت. ايوه، ما انت قاعده طول النهار حاطه ايدك على خدك وتبكي على اللبن المسكوب. وانت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اطلعي بره الام اللي انت فيه ده. اقول لك تعالي معايا القهوه. وانا يا اختي بقى لو جيت معاكي قهوه المناضلين دي سيف اخوكي عقدته هتتفك معايا يعني؟ طبعا، ده هو لما جه يكلمني عليكي ايه ده؟ هو كلمك عني؟ قال لك ايه؟ ما تنطقي. قال لي مشكلتي معاه انها بروطه. ايه؟ بصراحه هو عمره ما جاب سيرتك اصلا. صدقي يا بت ان انت غلسه. افهمي يا ماما مخ تخين، ما هي مشاكلنا الشخصيه دي جزء من مشكله البلد اللي لو لقينا لها حل كل مشاكلنا هتتحل. لا يا اختي، سبتلك انت الكفاح والمناضله، وانا لو سيف كان بيكافح معايا كده زي اسم النبي حرس وصين وليد ده
كنت حبيت الكفاح زيك كده. اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره. نظرة عشان تقيمك هتشتغل عليك على مرحلتين. الأول هتراقبك من بعيد قبل ما تقرب منك بشكل مباشر، وده من خلال أفراد منتشرين في المكان، ومن خلال كاميرات هتصورك زي الكاميرات تقريبا اللي موجودة حوالينا هنا. أنا عايزك تاخدي بالك من زاوية وشك والتعبيرات اللي هتبان عليها، وكمان تحاولي تتخلصي من الحالة العصبية اللي أنا نبهتك ليها. وبعدين هنشوف الكاميرات ونتناقش فيها. أنا وهبة هنقوم بدور المجسوسين في وسط المكان. اوكي؟ لو كنت تأخرت. نظلي شوكت تحسين، من أصول مصرية، من عيلة أرستقراطية كبيرة، ليها جذور تركية. بعد ثورة 52 أهلها كلهم هاجروا للخارج، وهناك تعرف أبوها على أمها الإنجليزية واتجوزوا. درست علم النفس في الجامعة وكانت متفوقة جدا في دراستها. بعد ما خلصت عملت ماجستير ودكتوراه، وتعينت في نفس الجامعة اللي اتخرجت منها. اتجندت لصالح المخابرات في البلد اللي عايشة فيها، وهي في الجامعة كانت بتشتغل في البداية كمصدر تنقل بيه أخبار ومعلومات عن الطلبة العرب وترشح عملاء من بينهم. بس بعد ما ظهر تفوقها في مجال علم النفس استخدموها إنها تقدر تحلل العملاء وتكشف طبيعة ولائهم ونقط ضعفهم. من حوالي 6 سنين أنهت خدمتها في الجهاز اللي كانت بتشتغل فيه وتحولت معاهم لمستشارة بيستخدموها في حالات معينة. وبعد كده اتحولت لعميلة رئيسية في المخابرات التركية. لسه معاها الباسبور المصري. كانت بتيجي مصر وتروح على فترات متباعدة لحد من 5 سنين، بس بطلت تدخل مصر نهائي. في الحقيقة يا فندم إن هي جت فترة جمدت فيها نشاطها من باب الاحتياط عشان تطمن إن إحنا مش وراها، مع إننا كنا حريصين جدا إن إحنا ما نحسسهاش إننا شغالين عليها. وده اللي خلاها بعد كده اطمنت ورجعت تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لكن بالرغم من ده فضلت برضه مصرة إنها ما تدخلش مصر، وده اللي بيتناسب مع طبيعتها الشكاكة والحذرة بشكل كبير. نظلي شوكت تحسين دي مهمتك الأساسية اللي أنت مسافرة لها دي. طبعا هتشتغل عليكي، ده اللي المفروض يكون جاهزين له كويس جدا. وبما إنك هتقربي منها بشكل مباشر محدش يقدر يوصل له قبل كده في الجهاز، فأنت هتجيب لنا من عندها حاجة مهمة جدا. فهمتي بقى أنت موجودة هنا ليه؟ فهمت. ايوه، ما انت قاعده طول النهار حاطه ايدك على خدك وتبكي على لبن المسكوب. وانت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اطلعي بره الام اللي انت فيه ده. اقول لك تعالي معايا القهوه. وانا يا اختي بقى لو جيت معاكي قهوه المناضلين دي سيف اخوكي عقدته هتتفك معايا يعني؟ طبعا، ده هو لما جه يكلمني عليكي ايه ده؟ هو كلمك عني؟ قال لك ايه؟ ما تنطقي. قال لي مشكلتي معاه انها بروطه. ايه؟ بصراحه هو عمره ما جاب سيرتك اصلا. تصدقي يا بنت ان انت غلسه. افهمي يا مخ تخين، ما هي مشاكلنا الشخصيه دي جزء من مشكله البلد اللي لو لقينا لها حل كل مشاكلنا هتتحل. لا يا اختي، سبتلك انت الكفاح والمناضله، وانا لو سيف كان بيكافح معايا كده زي اسم النبي حارس وصين وليد ده كنت حبيت الكفاح زيك كده. اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره. نظرة عشان تقيمك هتشتغل عليك على مرحلتين. الأول هتراقبك من بعيد قبل ما تقرب منك بشكل مباشر، وده من خلال أفراد منتشرين في المكان، ومن خلال كاميرات هتصورك زي الكاميرات تقريبا اللي موجودة حوالينا هنا. أنا عايزك تاخدي بالك من زاوية وشك والتعبيرات اللي هتبان عليها، وكمان تحاولي تتخلصي من الحالة العصبية اللي أنا نبهتك ليها. وبعدين هنشوف الكاميرات ونتناقش فيها. أنا وهبة هنقوم بدور المجسوسين في وسط المكان. اوكي؟
الاقليات؟ مش بس المسيحيين، أهل النوبة والبدو والأمازيغ كمان. مالك؟ شكل الموضوع مش عاجبك. بلاها. لا بس انا مستغرب، يعني احنا عاده لما بنتناقش في الملف ده بيكون الموضوع عن المسلمين والمسيحيين. مصطلح الاقليات مصطلح جديد على الشأن المصري. وإحنا رح يكون لنا السبب في هالموضوع في الشأن المصري. وكالات كتير رح تطلبه، وكل مرة تطلب رح نحاسبهم على إنها أول مرة. هاي الوكالة بالتحديد مدير تحريرها صديقي من زمان، إسحاق شمعون. تسمع عنه؟ بسمع عنه وقريت له. كان عامل كتاب عن الأقليات في المنطقة العربية من كام سنة، كان كويس جدا. برافو، عامل الريسيرش تبعك. أكيد فهمت ليه هالموضوع بهمه. أنت عايز الريبورتاج امتى؟ Yesterday. الو، مساء الخير، صيدليه الدكتور نجيب. من فضلك كان في دواء مستورد كنت طلبته وقالوا لي بعد يومين. تمام، تقريبا وصل. حضرتك تقدر تيجي تستلمه في ميعادك. مع السلامه. انت اتحكمتي في تعبيرات وشك وفي نظره عينيكي وفي حركه ايديكي، لكن بصي حركه رجليكي فضحتك. حضرتك محتاجني في حاجه تانية يا فندم؟ لا اتفضلي انت يا هبه، احنا مش هنقدر نوصل لحاجه النهارده. بعد اذنك. معلش يا فندم، هو ليه من ساعة ما جيت وحضرتك بتعاملني على إني واحدة مبتدئة؟ أنا مريت باختبارات زي دي بدل المرة 10 مرات مع ناس مختلفة وفي أماكن مختلفة، وكل مرة كنت بعدي منها. مش مع نظلي تحسين يا دين. نظلي تحسين لما تسألك انت بتحبي السيف العربي ولا لأ، ما ينفعش تقولي لها دي كانت علاقة قديمة. إجابتك لازم يا يا لأ، ولازم تصدقك. طب بعد إذن حضرتك كمان مرة. المشكلة دي مش هتتحل بالعند يا دينا. انت النهارده تروحي تبيتي في بيتكم، والصبح تظهري في مكتبك، والساعة 3 تكوني عندي هنا. حاضر يا فندم. بعد إذن حضرتك. تعرف إسحاق شمعون كويس يا مينا؟ طبعا. صحفي معروف وليه كتب مشهورة ومسك أكتر من وكالة أنباء محترمة. وصهيوني متعصب جدا مع إنه أصوله عربية، وواحد من أهم عملاء التأثير عندهم. ده غير بقى إنه مشغل شبكة من الصحفيين والإعلاميين بتنفذ تعليماته وتكليفاته في أكتر من 10 دول. بتخوفين أكتر ما أنا خايف يعني؟ بالعكس، أنا بفرحك. اللي حصل بينك وبين سهيلة ده علامة كويسة. ده معناه إن إسحاق طلب إيدك منك. والمهر الريبورتاج اللي طلبته منك. لا، الريبورتاج ده خطر، ده حقل ألغام وأنا بنبه. معلش، إسحاق يستاهل بره. مش عايزاك تقلق خالص، أنا هظبط كل حاجة، ولما نتقابل هنتناقش فيها المرة اللي جاية. اخرج أنت الأول يا مينا. وانت مالك سرحان كده ليه؟ انا قلت انت اكتر واحد هينبسط من المكالمه دي. يا ابني انت جاي اكل اكلك ولا ايه؟ مبسوط والله، بس انا مستغرب. مش عارف ماما عملت كده ليه اصلا. هو الغريب اللي كان بيحصل قبل كده يا حازم والله. صح. المهم انها حصلت. حضري نفسك بقى يا ستي، المسقعه بتاعت عمتك عادي. الناس بتكتب وصيتها اصلا قبل ما بتاكلها. بجد؟ هو انت هتقولي لخالو شاكر؟ لا طبعا. ما عنديش السعادة ان هو يقول لي لا.
عارف يا حازم، انا من زمان انا نفسي اجي البيت عندكم. ادخل اوضتك اللي انت بتكلمني منها، حاسه ان عندي بيت وعائله زي بقيه الناس. ما عنديش استعداد ان بعد ما احس الاحساس ده يبقى في خطوه واحده بس قدامي حد ياخدها مني، حتى لو حد كان ابويا او امي. طب امشي، زمري كتير عشان نوصل بسرعه. ده ليه؟ انا قلت انت اكتر واحد هينبسط من المكالمه دي. يا ابني انت جاي اكل اكلك ولا ايه؟ مبسوط والله، بس انا مستغرب. مش عارف ماما عملت كده ليه اصلا. هو الغريب اللي كان بيحصل قبل كده يا حازم والله. صح، المهم انها حصلت. حضري نفسك بقى يا ستي، المسقعه بتاعت عمتك عادي. الناس بتكتب وصيتها اصلا قبل ما بتاكلها. بجد؟ هو انت هتقولي لخاله شاكر؟ لا طبعا، ما عنديش استعداد ان هو يقول لي لا. عارف يا حازم، انا من زمان انا نفسي اجي البيت عندكم. ادخل اوضتك اللي انت بتكلمني منها، حاسه ان عندي بيت وعائله زي بقيه الناس. ما عنديش استعداد ان بعد ما احس الاحساس ده يبقى في خطوه واحده بس قدامي حد ياخدها مني، حتى لو حد كان ابويا او امي. طب امشي، زمري كتير عشان نوصل بسرعه. اتأخرتي ليه؟ ابتدينا بقى. يا عم بقى بلاش فزلكه، انا اصلا ما كنتش جايه. وحشتك وشفت ده في عينيكي واحنا في الحفل. الحقيقه ان انا من ساعه ما شفتك تحت المكتب وانا رجع بيا الزمن لاخر مره شفتك فيها، ولا كاني سبتك ثانيه واحده. ده اسمه ايه اللي جابك؟ ابدا. اصل انا من ساعه ما رجعت ماليش صحاب، فقلت اجي ادردش معاك كصديق. كصديق؟ وانا دماغي راحت في حته تانية خالص. اصل انا اخر مره يعني شفتك فيها انت تقريبا طردتيني. هي دي برضه اصول صداقه. لو انت حساس قوي قوي. بأمارة المنديل. الله، احنا هنتريق. خلاص لو مش عاجبك هاتيه. رميته. رميتيه؟ في الكتاب برضه. اصلي من ساعه ما سافرت وانا متعوده كل ما تحصل لي مشكله اقعد احكي لك في خيالي، واتخيل ردة فعلك واقعد اتخانق معاك. فجيت احكي لك النهارده افتكرت انك موجود، قمت جيت لك. عشان وحشتي. خلاص بقى، ايه القمص ده؟ في ايه؟ وربنا مصدقك. بص انا عارف ان انا وانت مش هينفع نحكي اي حاجه لبعض، وانت جيتي النهارده عشان تشوفيني زي ما انا رحت لك بيتك عشان اشوفك. على فكره العلاقه اللي ما بيننا هتحتاج مجلد. شايف ان الكتاب هبقى صغير عليها قوي، بس هنحط بقى مناديل ودباديب لا يا خفيف، لا ما تقلقش. بلاش. الكتاب القديم لسه في مكان. يا سلام، ايه الحنان ده؟ عمار مطلوب من أجهزة كتير. أهم حاجة في خطة تأمينه إن محدش يعرف اسمه الحقيقي، لكن يعرفوا اسمه الحركي، الأمير الأبيض. واللي يعرفوا اسمه الحقيقي ما يعرفوش شكله، علشان كده مقابلاته محدودة جدا. اللي بيقابلوه من عندنا معدودين على الصوابع، لكن للأسف محدش هيقدر يوصل له في الوقت القصير ده. هو سيادتك مرجعني الشغل عشان انا اعرف عمار؟ لا، اعتبر المهمة دي جزء من تدريبك علشان نتأكد إذا كنت جاهز ولا لا. والأهم إن عمار مش هيسلم الحاجة اللي معاه إلا لو اطمن اللي قدامه. فاكر ده؟
عيسى العواد. ده الشكل اللي انت كنت متنكر فيه لما قابلت عمار زمان. وهو ده يوم يتنسي يا فندم؟ ده انا كنت هموت لولا عمار بقى لحقني في اخر لحظه. سيف، فوت فوت، ولا بدك ترجع المكتبة تبيع اقلام وكراريس؟ سالي. هلا بابا. هيدي حنان مرتي، حكيتك عنها. هيدا عيسى رفيق من مصر، تاجر بن. اهلا وسهلا استاذ عيسى. طيارتك كمان 3 ساعات. ده باسبورك عليه التأشيرة وتذكرة الطيارة. خش غير هدومك وجهز نفسك، في عربية مستنياك عشان توصلك المطار. انت لسه قاعد؟ انا مشيت. يا عيود، ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ صباح الفل. لا انا تمام الحمد لله، معلش بس اختفي عنيك يومين. لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه، واحد صاحبي كده من ايام العراق عمل حادثه، ما هوش حد من اهله، لازم اقعد معاه يعني، مش عايز شكلي يبقى وحش. ماشي؟ طيب يا حبيبتي خلي بالك على نفسك. يلا لا اله الا الله. انا جاهز. أهم حاجة تأمين العملية دي. أمان عمار وأمان الحاجة اللي هيسلمها لك وأمانك أنت شخصيا. مش عايزك تعمل أي غلطة تكون السبب إنك تتكشف واضطر ألغي العملية اللي بجهزك ليها. مفهوم. طيب ومكان التسليم وخط السير وخطة الطوارئ؟ الظرف ده فيه كل التفاصيل. احفظها كويس وأنت في طريقك للمطار، وابقى سيبه في العربية. عمار هيستناك الساعة 6 صباحا. لو اتأخرت أكتر من 10 دقايق هيعتبر المقابلة اتلغت. عايزك تلتزم بكل حرف في الخطة، ولو حسيت بأي خطر تفعل خطة الطوارئ فورا. تمام يا فندم. في أمان الله. أنا لسه كمان. تمام يا فندم، بس حضرتك عارف كويس قوي ان انا هربانه من المراقبه. انا عملت قصه طويله عريضه عشان اعرف اجي هنا. ده انا مدخله جدي كفر المستشفى. اخرج بقى واتحرك واروح محافظه تانية وارجع. حضرتك مش شايف ان دي مغامره؟ احنا كده بنغامر بكشف عمليه شغاله بالفعل ومترتب لها من زمان. لا مش بس كده، احنا بنغامر بالعمليه اللي ممكن تيجي بعد السيمينار. ما هو لو كشفوني مش هيسفروني يا فندم. لو انكشفتي يبقى ما تصلحيش لا للعمليه هنا ولا اللي هناك، ودي حاجه من مصلحتنا ان احنا نعرفها النهارده او بكره. اتفضلي. رفعت بيه وهبه على علم باللي بيحصل ده؟ انت قلتي انك ما بتساليش اسئله اكبر منك، خليكي على مبدأك احسن. اللي معاكي ده عنوان الاوتيل وصوره الحاجه اللي هتجيبيها من خزنه مكتب المدير، وتكوني عندي هنا قبل الساعه 9 الصبح. ايه لازمتهم بقى ال3 4 دقايق اللي ضيعتيهم في الرغي؟ دينا، لو انت شايف الظروف اللي انا بحطك فيها صعبه عليكي، خديها من قصير وانسحب من المهمه احسن. سيبينا احنا ندور على حد يقدر عليه. فاروق بيه، أنا بقالي 8 سنين مع رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له على العملية مهما كان السبب. حضرتك أكيد قريت الكلام ده في السي في بتاعي. عن إذنك الوقت. لو انت شايف الظروف اللي انا بحطك فيها صعبه عليكي، خديها من قصير وانسحب من المهمه احسن. سيبينا احنا ندور على حد يقدر عليه. محمد. فاروق بيه، أنا بقالي 8 سنين مع رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له على العملية مهما كان السبب. حضرتك أكيد قريت الكلام ده في السي في بتاعي. عن إذنك الوقت.
سيف اختار الطريق الأساسي يا فندم، رغم التحذيرات الأمنية اللي احنا بعتناها له. خاف يتأخر على عمار والمهمة تتلغي، ولو ما عداش الحدود بالليل مش هيعرف يعدي. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. برافو أمين. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. Yes, stop. Thank you my friend, thank you. For me? Thank you. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. حبيبي. قلت لك لو اختفى فرصتنا ضئيلة نلاقيه. مفيش حدا بيقدر يختفي هيك يا إيزاك، بس نحن مش عم ندور بالمكان الصح. شو بتقصد؟ عمار المقدسي عم يلعبنا، عم يتوهنا عن مكانه الحقيقي. اياد بيقول عنده معلومة توصلنا لمكان المقدسي، بس طالب رقم كبير. مساء الخير. مساء النور. بعد اذنك عايزه احجز اوضه. كام يوم يا فندم؟ ليلتين. انا جايه احضر الندوه بتاع الدكتور سعيد خليل. هو موجود؟ موجود، هو بيتعشى فوق. ممكن بس حضرتك تعملي ابلكيشن؟ طبعا. واستأذنك في البطاقه؟ البطاقه طبعا. بعد اذنك هو في دكتور هنا؟ اكيد. خير، في حاجه؟ لا ما فيش، انا بس ضغطي واطي شويه فقلت اطمن يعني. ثانيه واحده اديكي البطاقه. دكتور. لا حضرتك كويسة جدا، مفيش أي حاجة. ايه ده بجد يا دكتور؟ مفيش أي حاجة الحمد لله. هو بس ممكن يكون في حاجة مضايقاكي أو مزعلاكي. اكيد طبعا. خناقات البيت، ما حضرتك عارف بقى البعيد ما عندوش دم. ميرسي قوي. تمام يا فندم. سيف وصل مرحلته الأخرانية وخرج من دائرة المتابعة. الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك. عنده امكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقه زي اغلب المصريين. المصريين وقت الازمه تشوف منهم اللي ما يخطرش على بالك، وسيف واحد من الناس دي. أنا مش قلقان من إمكانيات سيف، اللي قلقان منه إني حطيته هو وعمار في دائرة الخطر في نفس الوقت، وخسارة الاتنين دول
هتبقى ضربة ومش هقدر استحملها. صحيح عمار محدش يعرف انه موجود في البلد اللي هو فيها دي اصلا، ومفيش اي دليل على وجوده. وسيف دخل من مطار دولة جنبها وعدى الحدود من غير ما حد يحس بيه. عمار طلب المقابله دي ليه يا رافع؟ اكيد في حاجة مهمة ما تستناش يا فندم. عمار راجل عاقل، عنده ثبات انفعالي وحس امني عالي، ومش هيغامر الا لو عنده سبب قوي. بتثق فيه انت يا رفعت؟ ومقتنع بيه يا فندم. عمار المقدسي عنده حاجتين ما تلاقيهمش في عميل واحد: الكفاءة العالية والإخلاص للي بيعمله لدرجة الإيمان. الولد ده بيفكرني بأبو حسن الله يرحمه، فاكره؟ عارف سيادتك، عمار بيعتبره مثله الأعلى، لدرجة إنه ناوي لو ربنا اداله ولد يسميه حسن، عشان يبقى كمان هو أبو حسن. أبو حسن من يوم ما استلمته ودربته هو شخص استثنائي. يوم ما استشهد حسيت إن واحد من أهلي مات. أيوه، طب خلي عينك عليه وبلغني إذا حصل حاجة. ايوه يا حبيبي. لا كنبة ايه دي اللي انت بتحكي فيها؟ جدع عيب عليك. اديتك حاجة وحشة قبل كده. بقول لك 0-0. فيهاش جرام بويا. من الاكسدام للاكسدام. واحدة ست اشتريتها وركنتها وسافرت. بس مساء الخير. عايزين يبقوا هو. عصير برتقال بعد اذنك. عيب عليك يا جدع، انا خسرتك قبل كده. خش كده انت لا طبعا غلطان. انت عايز تاكل عليها العمولة كده. حاجة. سلام. ميرسي. التليفون بتاعي كان هنا، راح فين؟ قدام حضرتك اهو. لا يا حبيبي، مش التليفون ده يا ابو. تليفون تاني، كان في تليفون هنا تاني. شوفوا يمكن في جيب حضرتك. فين مدير المخروبه دي؟ اتصل بيه ولا هاتهولي؟ حتى هنا تليفون. التليفون بتاعي فين حضرتك؟ التليفون بتاعي اتسرق. اهدى يا فندم، اهدى. سرق ازاي؟ انا هادي. فين التليفون؟ سرق منين؟ ما عندناش ده فندق 5 نجوم، ما سرقش حاجه من عندنا. حراميه، 5 حراميه. يعني اتحركت راجع على هنا؟ طب تمام. دلوقتي يا اساتذه انا بلغت رفعت بيه انكم خلاص
بقيتوا جاهزين لفتح اي خزنه من النوع ده. بس في مشكله، اللي هينفذ العمليه شخص واحد فيكم انتوا الاتنين، وطبعا الشخص ده هو اللي هيفتح الخزنه في وقت اقل. جاهزين؟ وروني. اتفضلي. لا والله ما يصحش. لا والله ما بجد ما لا يصحش. والله. اتفضل. ايه عايزه ما نمتيش ليه؟ مش جايلي نوم. مم؟ مش جايلي نوم. ليه بس؟ قلقانة على سيف، قلقانة عليه. وايه الجديد يا اختي؟ ما انت طول عمرك قلقانه. نعمل ايه؟ انام ايه بس؟ نامي. انت مصدق موضوع العراق وصاحبه ده؟ ها؟ صدق. حول ولا قوة الا بالله. يعني هو هيكذب ليه؟ هو عيل صغير وبعدين عينيها كده عايده. معقولة يعني سيف هيكذب عشان يبات بره؟ عاقلها. طب نام. ايه ده؟ نام. نام بقى، نام ما بتريحش حد خالص. Thank you. كيفك يا سيف؟
اتأخرت عليا يا سيف. لو حد غيرك كنت مشيت. خلاص امان يا عمار. كيفك وكيف احوالك؟ منيح. في طرد بدي اياك تبلغ الرفعت بيك. انا وضعتهم من نصف ساعة في النقطة جيم. منا بعيد عن هون، تعرفها؟ اكيد. منيح. بلغوا ان عمار جاب لك الدليل اللي انت عايزه. ومروان ورجالتنا اللي في السجون دلوقتي بين ايديه. هيدا اول شيء. وتاني حاجة؟ بدي تحفظ اللي رح اقوله وتكرره بالحرف الواحد. متقلقش. بلغوا ان عمار مشي ورا افرام وعرف ان البيت الكبير فيه تسريب ميه. تسريب ميه من الفئة بيه. وان ميه البيت كلها في الشارع دلوقتي. انا معرفتش احدد المكان بس هعرف. مفهوم. اخر شيء شرط الامان. انا متعود ببعت لرفعت بيه كل 3 ايام بطمنه عليا. بلغوا ان ده هيتغير. من النهارده هبعت كل يوم في نفس الميعاد القديم. ولو في يوم ما بعتش هو عارف هيعمل ايه كويس. بلغوا ان عمار وفى بوعده واني متأكد ان هو كمان هيوفي بوعده. الجوهرة الغالية هتلاقيها في 15 30 95. 15 30 95 يا سيف. حفظت؟ متقلقش. بص يا عمار، انا ماليش اسال في حاجات ما تخصنيش، بس موضوع الاشاره بتاعت الامان انك تبعتها كل يوم ده معناه ان في خطر عليك، فلو في اي حاجه ارجوك بلغني. انا ممكن اظبط الامور واطلعك على مصر. بعرف انك تقدر تساعدني، بس هيدي حرب يا سيف. يا بموت فيها يا بنتصر. ما بدي خيار ثالث. ربنا يديلك طول العمر. هتنتصر. دير بالك على حالك. وكيف بدي صدق انك بتعرف مكان مرت عمار المقدسي يا اياد؟ والله إذا ما بدك تصدق فأنا بمشي وبرجع لشغلنا المعتاد وبنسى إني خبرتك هاي الخبرية يا داوود. ما بيصير خيي. هيدي الحياة فيها اشياء إذا عملتها ما فيك ترجع فيها. أنا من الأول خبرتك مين هو الأمير الأبيض وقلت لك شو اسمه وجبت لك صورة حديثة لإله وما طلب شي بالمقابل. كل هاي المعلومات عرفها قبل ما تجيني يا إياد. بدك تبيعني سيارتي وتقول لي وين تمنها؟ ما أنا مشان هيك ما طلبت مقابل، لكن مكان مرت عمار غير شكل، لأنك بتعرف كتير منيح إنه إذا وصلت له يعني وصلت له. ورح أثبت لك حسن النية وخبرك مرت عمار قريبة من هون. وين هون؟ لهون والكلام المجاني بيخلص.
Are you following me? سيد رفعت بعتني مبلغ ان الطريق الرئيسي اللي بتاخده باش توصل للهدف صارت فيه مشكله امنيه، في عصابتين يضربوا في نار على بعض وعدد منهم ماتوا. الشرطه محاصرين المكان يفتشوا فيه شبر شبر. انت لازم تاخذ طريق الاحتياطي. ايوه بس خط السير الاحتياطي ده هياخد وقت طويل وانا ما عنديش وقت. متنا نبلغ انك انت اللي بتقرر. ربنا يستر. شكرا. لو انت شايف الظروف اللي انا بحطك فيها صعبه عليكي، خديها من قصيره وانسحب من المهمه احسن. سيبينا احنا ندور على حد يقدر عليها. محمد فاروق بيه، أنا بقالي 8 سنين مع رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له على العملية مهما كان السبب. حضرتك أكيد قريت الكلام ده في السي في بتاعي. عن إذنك الوقت. سيف اختار الطريق الأساسي يا فندم، رغم التحذيرات الأمنية اللي احنا بعتناها له. خاف يتأخر على عمار والمهمة تتلغي، ولو ما عداش الحدود بالليل مش هيعرف يعدي. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. برافو أجين. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. Yes, stop. Thank you, my friend. Thank you. ايوه البولي For me? Thank you. عالزراعية يا رب قابل حبيبي. أزرار حبيبي. أزرار حبيبي. قلت لك لو اختفى فرصتنا ضئيلة نلاقيه. مفيش حدا بيقدر يختفي هيك يا إيزاك، بس نحن مش عم ندور بالمكان الصح. شو بتقصد؟ عمار المقدسي عم يلعبنا، عم يتوهنا عن مكانه الحقيقي. اياد بيقول عنده معلومة توصلنا لمكان المقدسي، بس طالب رقم كبير. مساء الخير. مساء النور. بعد اذنك عايزه احجز اوضه. كام يوم يا فندم؟ ليلتين. انا جايه احضر الندوه بتاع الدكتور سعيد خليل. هو موجود؟ موجود وهو بيتعشى فوق. ممكن بس حضرتك تعملي ابلكيشن؟ طبعا. واستاذنك في البطاقه؟ البطاقه طبعا. بعد اذنك هو في دكتور هنا؟ اكيد. خير في حاجه؟ لا ما فيش، انا بس ضغطي واطي شويه فقلت اطمن يعني. ثانيه واحده اديكي البطاقه.
دكتور لا لا حضرتك كويسه جدا، مفيش اي حاجه. ايه ده بجد يا دكتور؟ مفيش اي حاجه الحمد لله. هو بس ممكن يكون في حاجه مضايقاكي او مزعلاكي. اكيد طبعا خناقات البيت، وحضرتك عارف بقى البعيد ما عندوش دم. ميرسي قوي. تمام يا فندم. سيف وصل مرحلته الأخرانية وخرج من دائرة المتابعة. الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك. عنده إمكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقة زي أغلب المصريين. المصريين وقت الأزمة تشوف منهم اللي ما يخطرش على بالك، وسيف واحد من الناس دي. أنا مش قلقان من إمكانيات سيف، اللي قلقان منه إني حطيته هو وعمار في دائرة الخطر في نفس الوقت، وخسارة الاتنين دول هتبقى ضربة ومش هقدر استحملها. صحيح عمار محدش يعرف إنه موجود في البلد اللي هو فيها دي أصلا، ومفيش أي دليل على وجوده. وسيف دخل من مطار دولة جنبها وعدى الحدود من غير ما حد يحس بيه. عمار طلب المقابلة دي ليه يا رافع؟ أكيد في حاجة مهمة ما تستناش يا فندم. عمار راجل عاقل، عنده ثبات انفعالي وحس أمني عالي، ومش هيغامر إلا لو عنده سبب قوي. بتثق فيه أنت يا رفعت؟ ومقتنع بيه يا فندم. عمار المقدسي عنده حاجتين ما تلاقيهمش في عميل واحد: الكفاءة العالية والإخلاص للي بيعمله لدرجة الإيمان. الولد ده بيفكرني بأبو حسن الله يرحمه، فاكره؟ عارف سيادتك، عمار بيعتبره مثله الأعلى، لدرجة إنه ناوي لو ربنا اداله ولد يسميه حسن عشان يبقى كمان هو أبو حسن. أبو حسن من يوم ما استلمته ودربته هو شخص استثنائي. يوم ما استشهد حسيت إن واحد من أهلي مات.